مين بيحب دله على طريق الفضيلة؟ الله يبارك فيكم، كلكم بتحبوا طريق الفضيلة. أول طريق من طرق الفضيلة يلي بتسمعه، اطلع احكي لرفيقك، لصاحبك، اسمع رفيقين ثلاثة، قل لهم والله كنا بمجلس الشيخ والشيخ حكى كذا كذا كذا. تحكي، علم غيرك، جلسة جلستين جيبوا على الجامع، هون بيقوى إيمانك. لما بتشوف رفيقك صار يحضر بالجامع، رفيقك صار يذكر الله، رفيقك صار يحفظ قرآن، قديش هي كرامة إلك؟ هي أول كرامة، أن تقوم بتبليغ الدعوة إلى الله. أنت بيقوى إيمانك ونفعت الغير. أنت كتبت في ديوان الدعاة إلى الله يلي يوم القيامة مكانهم يوم القيامة في جوار الله، ونفعت الغير وأصلحت الغير. لما بدك تنصحه بدك تكون تعمل بالنصيحة، فإذا كل ما بدك تنصح بنصيحة بدك تعمل فيها. فلو نصحته 10 نصايح معناتها نصحت نفسك 10 مرات، كملت كمال فوق كمال فوق كمال. والنصايح تنتهي، ما بتنتهي النصائح. فلذلك هذا أول طريق الفضيلة والكمال. يعني أول طريق، روح اشتغل برفيقك. ما في واحد ممكن إلا له رفقة. في حدا ممكن بيخلق من الرفيق؟ 1 و2 و3. شوف أنو أحبهم إلك، أنو بتحبه أكثر، اشتغل فيه. متى ما تاب استقام واجى على الجامع، تاخذ منه إنسان فعال في الدعوة، بصير هو بيروح بيجيب رفيقه. هكذا انتشر الإسلام. يعني الإسلام أول ما بدأ بالمدينة، انتقل من المدينة إلى مكة، ثم انتقل من المدينة إلى الشام وإلى العالم. الصحابة كان النبي أغلى عليهم من حياتهم. يتمنى الصحابي لو أنه يصير تراب بس النبي ما يتأثر بشوكه. تركوا النبي في المدينة أغلى عليهم من روحهم وحياتهم، ونزلوا إلى الشام مشان أنا وياكم نقول لا إله إلا الله. في منهم النبي قال له لعلك إذا رجعت ما تلاقيني. توفي النبي وما شافه، وتوفي أبو بكر وما شافه، وهو ينشر دين الله. حتى عملوا بالصين يقولوا لا إله إلا الله، بالمغرب برابرة صاروا يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. هذول يا ابني اللي كانوا على كمال. فأنت اسأل حالك كمسلم صار عمرك هالعمر، كم واحد جبت على الجامع؟ ولا واحد. معناتها ما فيك إيمانك يا ابني، ما فيك إيمان. والله لا مؤمن. لو مؤمن جبت جارك، جبت قرايبك، ابن عمك، ابن اختك، مذنب عاصي جيبه. بيقول والله ده واحد مرتكب 7 وذمتها. يا ابني لو مرتكب 70 وذمتها جيبه. ممكن إذا حضر المجلس ببركة المجلس الله بيغفر لأهل المجلس، بيغفر له معهم، بيطلع تائب. ما الحديث؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فممكن يدخل هو عاصي يطلع هو مؤمن تائب، أنت بتكون سبب هدايته. فإذا كان بدنا
نكون على مستوى الدعوة والكمال، على مستوى الكمال الإيماني. مستوى الكمال الإيماني بقول لك يا أخي شد همتك وبذيل الجهد أن تدعو جارك أو أخوك أو حبيبك إلى الله عز وجل. أنهم تركوا العلم وتركوا المعلم وابتعدوا عن الهداية، فلعب بهم الشيطان فوقعوا في المآثم والعصيان. فكونوا أنتم كمؤمنين جيتوا للجامع، أول وحدة أسأل الله يرزقكم المحبة. إذا رزقت الحب تسعى دائما يا ابني ورا الفضائل، ورا الكمالات. لمين بدك تحب؟ حب أخ ياخذ بإيدك إلى محبة الله. ما لقيت؟ حب المعلم يلي عم يدلك على الله. إذا حبيت هذا الحب يا ابني بيعمل معك أمور انتبهوا عليها. متى ما حبيت بدك تقلد محبوبك ذاكر لله تذكر الله، محبوبك خاشع بين يدي الله تخشع لله، محبوبك كثير الالتجاء إلى الله تلتجئ إلى الله، محبوبك على فضيلة تعمل فضيلة. فدائما انظروا في الدنيا لمن هو دونكم، وانظروا في الآخرة لمن هو أعلى منكم. شوف بالنسبة للدين حط قدامك مثال الشيخ، بالنسبة للدنيا شوف إلى مساكين اللي ما عم يحسن، ما عم يلاقي شقفة خبزة ياكلها، ما عم يلاقي، وإذا لا شقفة خبزة ولقمة ويغمسها بالشاي نعمة، فاشكر الله أنت على النعم.